ازيكم عاملين ايه؟ انا ايزيس، اهلا بيكم. انتوا اول مره تشوفوني، واهلا بيكم برضه لو انتوا دايما بتشوفوني. الفيديو ده كل مره يعني بتكلم عن منتجات مصريه. الفيديو ده خليت بقى ايه المنتجات اللي هنتكلم عنها مستورده ومستورده، وهتلاقوها في دول الخليج باذن الله، ولو اي حد عايش في دوله بره، وطبعا كمان موجوده في مصر. لو انتي في دول الخليج هتقدري تشتريها عادي من سيفورا، وتشتريها من على نون وامازون عندكم. اعتقد نسبه الحاجات المضروبه عندكم اقل بكتير قوي من عندنا في مصر. ولو انتي عايشه في دوله بره، الحاجات دي تقدري تشتريها من اي ماركت كبيره او اي convenience ستور مثلا، او اي حاجه. مش عارفه، بحس الحاجات دي منتشره في كل حته هناك، زي وولمارت مثلا وتارجت والحاجات دي، وسيفورا طبعا. وعندنا هنا في مصر في حاجات منها موجوده اونلاين في بيدجات، وحاجات كتير قوي منها موجوده في نون وامازون اللي عندنا في مصر. في نسبة انك تشتريها مضروبة، ولكن بطمنك ان انت سواء اشتريتي من نون او على امازون تقدري ان انت ترجعيهم بسهولة. وعاملة يعني عاملة فيديو كامل بشرح لك فيها ازاي تتعاملي مع نون، وازاي ترجعي حاجة حتى اللي مكتوب عليها غير قابل للارجاع برضو تقدري ان انت ترجعيها. رغيت كتير شوية، دلوقتي جمعت لكم حبة حاجات مشهورة قوي، ان كيس ان حد كمان في مصر سافر ولا حاجه، او ليه حد جاي من بره يعني يشتريها ويشتريها لكم او كده، وانتوا تشتروها. اكتبوها الحاجات دي عندكم في ورقه، انا برغي تاني، ما علينا. طب بصوا خلاص كفايه رغي، يلا نبدا. خليني بقى ابدا معاكم اخيرا باول منتج، وهختار حاجه هي موجوده في كل الدول، حتى عندنا هنا في مصر تقدري تروحي الصيدليه وتشتريها عادي جدا، وهو الريتينول البي 3 سيرم بتاع لا روش بوزي. خليني اقول لكم ان ده احلى سيرم ريتينول ممكن اكون استخدمته في حياتي. انا استخدمت بصراحه حاجات كتيره جدا، سواء مستورده او مصريه، الاكتر مصريه، بس ده كان احلى سيرم ريتينول استخدمته. ده ما ينفعش غير للناس اللي سنها من 25 لفوق، وهو تقيل شويه، يفضل كمان للناس اللي عدت 27 28، يعني اللي هو ايه، خلاص بقى بشرته نضجت بقى. هتشوفي منه نتيجه تحفه مع الخطوط اللي عندك، وهتشوفي منه نتيجه كمان حلوه مع فكرة ان انت ما يطلعلكيش خطوط زيادة تاني. طبعا هو مش بيعالج الخطوط 100% ولا اي حاجة في الدنيا هتعالج خطوط ظهرت، بس عايزة اقول لكم هو بيحسن قوي قوي من شكلها. بيخلي شكل البشرة مع الوقت انعم بكتير. لو عندك مسام هتحسي شكلها ظبط شوية. فده بنستخدمه بالليل بس، تاني يوم لازم تستخدمي سان سكرين. يعني من احلى السيرم بتاع يعني سيرمز الريتينول اللي انا جربتها. الحاجه اللي بعد كده، خلينا في السان سكرين بقى بما اننا اتكلمنا عن الريتينول. البايوديرما سان سكرين ده سان سكرين فلويد، وده موجود برضو في كل الدول بسهوله جدا، حتى في مصر هنا تقدروا تشتروه من الصيدليات. تحفه، وده انصح بيه لو حد بيستخدم ريتينول، بيعمل تقشير، بيعمل اي حاجه في عياده. ده يا جماعه خطير، ولازم تجربوه. هو القوام بتاعه فلويد كده خفيف، اول ما بتحطيه على بشرتك مش بيديني المات افكت 100%، ولكن البشره ستيل بتتشربه، فكل الناس هترتاح عليه بكل انواع بشراتها. يمكن البشره الدهنيه شويه ممكن يحتاجوا معاه لوس باودر، بس في كل الاحوال ده انا ارشحه لحد هو عايز حمايه من الشمس بجد. الحاجه اللي بعد كده وهو الفازلين البودي راديانت اويل. ده مش عارف، يعني انا شايفه ان هو اوفر هايبد قوي، واخد ضجه ملهاش اي 30 لازمه، لان هو بجد مش احسن حاجه تشتروها خالص. هو مش وحش، ولكن عندنا كميه بدايل، لو هتكلم عن مصر مثلا كتيره قوي. هو البشره ما بتمتصوش خالص، تاخدي ساعات عشان البشره تتشرب منه جزء كبير. بيدي لمعه حلوه، ولكن بيلزق الجسم قوي. انا عن نفسي ما حبيتوش، ومش هشتريه تاني لما يخلص. بصوا انا اصلا وقفت هنا وما قدرتش اكمل، معرفش، مش اكتر حاجة انا بصراحة حبيتها. بعد كده عندنا اكتر منتج محير في الحياة، وهو السول دي جانيرو برفيوم ميست. ومن اسمه هو برفيوم ميست، يعني ده معناه ان هو لازم يثبت ويكون تقيل، ده غير ان سعره خزعبلي، فلازم يكون فتاك بقى، اللي هو انا جايبه حاجه ولا غلطه. اللي معايا دي رقمها 71، وفي بقى ارقام كتير بروائح مختلفه. انا مش هقول غير ان ريحتها اكتر حاجه مختلفه شميتها في حياتي، بقالي كتير قوي قوي ما شميتش كده ريحه تبقى مختلفه. ريحتها كراميل وسكر وسويتس ومخبوزات بيكري بقى وكوكيز وكب كيكس. عارفين انت ريحه حاجه تتاكل، بس الثبات زيرو ثبات. هي بتثبت حلو
حلو ده اللي هو ساعتين 3 بالكتير قوي قوي، بتبقى خفيفه مش فواحه على جسمك اكتر. ورشي كتير، اتغشمي في الرش على الهدوم ولا الهواء ولا الهواء، مهما جبت لها الطبل البلدي على الهدوم هي فكسانه. واول ما بتترش في لحظتها بتبقى فواحه جدا والريحه تجنن وكل الناس حواليك تبقى شماها. هي في ظرف 5 دقايق ما خلاص الموضوع انتهى. هي للهير والبودي يعني هير اند بودي ميست، فهي حلوه قوي كمان للشعر. للشعر بتمسك في الشعر شويه بس لا هي ما تستاهلش بصراحه، ما اقدرش اقولك تستاهل، بس الريحه انا للامانه ما شمتش حاجه حلوه كده في حياتي اصلا، فانتوا حرين بقى تشتروها او لا. الحاجه اللي بعد كده وهو البانوكسيل اكني فومينج ووش. ده ما ينفعش للحوامل ولا الريتينول ينفع للحوامل، خدوا بالكم من حاجه زي كده. ده من اشهر الحاجات اللي في الدنيا كلها للحبوب، سواء في وشك او في جسمك. ده من احلى الغسولات اللي ممكن تستخدموها لو انتوا بجد بجد عندكم حبوب وبتعانوا منها بشكل صعب. ده بجد غسول فعال، ده يعني عالميا معروف. ده بحب استخدمه قوي قوي لجسمي لان ساعات بيطلع لي حبوب في الجسم خصوصا بعد الشيفنج. يعني ده صديقي المفضل في الصيف، من اكتر الحاجات اللي انا بجد بحبها وانصحكم لازم تجربوها، خصوصا لو انتوا بتعانوا من حب شباب كتير قوي. اكتر حاجه بزعل ان انا مش عارفه اشتريها تاني بسهوله هو The Ordinary Glycolic Acid Toner. انا عامله له فيديو مخصوص لوحده باستخداماته كلها من كتر ما هو جبار. ده من احلى الحاجات اللي بتستثمروا فيها فلوسكم المصريين. انا عامله لكم فيديو كامل فيه 8 اماكن تعرفوا تشتروا منه المنتجات المستورده، لازم تروحوا تشوفوا الفيديو ده. اي حد في دوله تانية يعرف يشتريه بسهوله. ده من احلى التونرز اللي في الدنيا، واتمنى اعرف اجيب منه تاني في اقرب فرصه وابقى ضامنه ان هو اوريجينال، في منه حجم صغير وحجم كبير. مش هقول اكتر من كده، هسيب لكم الفيديو اللي تروحوا تتفرجوا عليه بكل استخداماته. بعد كده الكريم بتاع اسدين، ودي براند تقريبا اسباني وهي موجوده في دول الخليج وموجوده برضو بره، مش منتشره قوي في مصر. ده ممكن ترشحوا يعني تخلوا حد يشتريه لكم من بره. تحفه تحفه لو انتي سنك كبير عديتي ال 30 سنه وعايزه تستخدميه لبشرتك. انا بما اني لسه عندي 27 بس بحب استخدمه على رقبتي وعلى ايدي. من الحاجات اللي هي لوكسجريس قوي، اللي هي تحفه قوي ونظيفه قوي وتقيل قوي قوي قوي. بشرتي كحد لسه صغير ما استحملتهاش، فبستخدمه على ايدي وعلى رقبتي لما بحس ان انا ايديا مكرمشه. هو اصلا معمول للناس اللي عندها تجاعيد ورينكلز وكده، بيحسن قوي قوي من شكل الخطوط. وهو منتج تكميلي مع الاجراءات العلاجيه اللي بتتعمل في العيادات. فده مع سيرم الريتينول بتاع لاروش بوسيه كومبو خطير. الحاجه اللي بعد كده اللي خلينا نتكلم عنها وهو الجلوفز بتاعت سوبن جلوري. دي موجوده في مصر عادي جدا على نون، ما تقلقوش مفيش منها كوبي. من احلى الحاجات اللي ممكن تغسلوا بيها جسمكم، تحفه، بيعمل سكراب حلو قوي، بينظف الجسم حلو قوي. حاجه كده مش هتكلم عنها كتير لان هي خطيره اصلا. الحاجه اللي بعد كده وهي المافالا ايلاش سيرم. من افشل الحاجات اللي جربتها في حياتي وانا متاكده انها اوريجينال 100%. بتاع دي بجد مفيش مره حطيتها غير وعينيا اتاذت بجد. انا من كتر ما هي مؤذيه انا مش عارفه استخدمها ولا حتى مديها فرصه اشوف منها نتيجه لاني مش مضحيه بعيني. بدات استخدمها عند حواجبي، لقيت انها بتطلع لي حبوب عند حواجبي. هي ميزتها انها لما تستخدميها عند الحواجب بتثبت شعر الحواجب بشكل غير طبيعي. غير كده انا البتاعه دي لا انصحكم ان انتوا تجربوها بصراحه. بعد كده عندنا ال اسمه ايه، بيوتي اوف جوسن سان سكرين. ده الستيك سان سكرين، من اكتر السان سكرينز التحفه اللي جربتها في حياتي. هو بتحطيه بسهوله جدا، بيديكي كده افكت مات في نفس الوقت بالترطيب اللي انت محتاجاه. لا من الحاجات اللي هي تستاهل الهايب قوي وحبيتها قوي وانصحكم ان انتوا تجربوها، بس تاكدوا انها اوريجينال. الحاجه اللي بعد كده وهو الفازلين ليب ثيرابي المدوره. دي طبعا موجوده في مصر عندنا عادي جدا، من احلى الحاجات اللي جربتها، برغم ان هي على فكره مش مبهره خالص، يعني ما بتعالجش، اللون مش قوي قوي كده ولا ثابت، بس هي لذيذه. يعني بصوا اصلا انا واكلاها وريحتها حلوه قوي. بصوا هي لذيذه بصراحه، يعني انا بحبها، يعني انصحكم ان انتوا تجربوها عشان هي لذيذه، بس في نفس الوقت مش فايتكم حاجه لو ما جربتوهاش. الحاجه اللي بعد كده هو الفاينل انك بتاع ميبلين، تحفه. هو مات وجلوس في نفس الوقت، حلو قوي. يعني بحطه كده على الشفايف
لو رجتيه بيبقى اتقل في البيجمنت بتاع اللون، لو حطيتيه كده دايركت على طول بيبقى لونه خفيف وثباته حلو جدا جدا، احلى بكتير من ميبلين سوبر ستاي بصراحه. من الحاجات اللي انا حبيتها قوي. الدرجه اللي معايا دي رقمها 10، اسمها ليبي، حلوه قوي وحبيته جدا. الحاجه اللي بعد كده وهو الليب اويل الان واي اكس اللي هو الفات اويل. بصراحه هو حلو، والليب اويلز في العادي ما بتكونش بيجمنتد قوي، بس ده حلو ولونه يعتبر كانه ليب جلوس وبيرطب وكل حاجه، بس هو ما فيهوش اي حاجه مميزه يعني. هو غالي قوي في مصر بصراحه، فانا مش ما اقدرش اقول لكم روحوا اشتروه، لكن لو انتوا بره مصر لا اشتروه لانه هيبقى ارخص بكتير. فلا لذيذ بصراحه، انا عن نفسي بحبه، فانصحكم عادي ان انتوا تجربوه. خصوصا الدرجه دي حلوه قوي. استنى اقول لكم هي الدرجه دي اسمها ايه. اسمها لينك ان ماي بايو، هي اصلا اسمها كده، الرقم بتاعها 5. حبيتها قوي. ده كده بارت 1 من الفيديو. لو انتوا حابين ان انا اعمل لكم بارت 2 قولوا لي عشان لسه في حاجات اكتر، واتمنى يكون الفيديو عجبكم. اشوفكم الفيديو الجاي.